شيء هناك. أنا راح تنسحب أمريكا عزيزي. يلا راح أحكي لك شلون الأمور كلياتها. ما لحقت أسوي مشرفين على اليوتيوب، بس في وليد مشرف. تشاو يا يوتيوب. يوتيوب وفيسبوك شي هردو مفكرين. تمام. طيب أسعد الله مساءكم جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا معانا اللايف. بدنا نحكي ببعض الأمور الهامة للغاية، بس بدي أحكي في شيء بأمر شخصي لأول مرة، وأعتقد أنه من حقي هذا الشيء. الأمر اللي بدي أحكي فيه أنه أنا على مدار سنتين تعبت كتير. طبعا هذا جهد سنوات طويلة جدا من الدراسة، وهنا أنا ماني طالب شيء من حدا، لكن بدي أقول كلام هام للغاية جدا. سنة ونص كنت أطلع عند أخ من الأخوة، وكنت بشرح فيه كل السياسة وكل الجهد اللي تعلمته خلال سنوات طويلة جدا وضعته بالمنصة تبعيته. طبعا أخطر شيء وأسوأ شيء في العالم هو إيش؟ سرقة الأفكار، لأنه هذا جهد فكري، جهد سنوات، جهد دراسة طويلة جدا، جهد تفكير عميق جدا وكذا. كنت أحطه كله بالمنصة تبعيته. خلصت المشروع اللي أنا كنت طالع هناك وبتحدث فيه، وخرجت يعني عادي جدا من دون أي زعل ومن دون أي شيء. لكن إنك تكمل بأفكاري والناس اللي تيجي كلياتها بتكمل بنفس أفكاري من دون ما تعطي الناس أو تنصفها بحقها، هذا أمر غير مقبول وغير أخلاقي. وهذا شوف، سرقة الأفكار أغلى جدا من سرقة المال، أغلى بكتير، لأنه المال بيتعوضوا هاي. لكن إنه 24 ساعة بتطلعوا وتحكوا أفكاري وتعملوا كريدورات وتعملوا كذا وحصل كذا وغزة. مين حكى عن غزة قبل ما يحصل فيها غزة؟ مين كان بيقول إنه بدهم يطلعوا أهل غزة كلياتها وعلى مصر وكذا و24 ساعة كنت مطبل أنت إلي. وأنا هنا والله العظيم ما بحب أحكي على حدا نهائيا، بس لكن طفح الكيل وصار الأمر معيب جدا، وهذا الشيء عديم أخلاق. سنة ونص كامل جهد، 20 سنة 25 سنة من الدراسة، وهاي أنا حطيته هونيك لأخلي الناس تستفيد. وحتى امبارح أول امبارح الأخوة اتصلوا معي قالوا لي بدنا نطلع فيديوهاتك القديمة وبدنا نصير ننشر مرة تانية مشان الناس تتذكر مين كان بيحكي هذا الكلام هذا كلياته خلال سنة ونص سنتين. وكنت أنت كل يوم تطلع، وبالفعل ليالي ما كنت أنام، واليوم الثاني كنت أروح للشغل، لأنه كان الوضع وقتها مو مسموح إني كتير أطلع، لأنه كنت بطلع فيها ساعة ساعة ونص بشرح للناس كلياتها شو بده يصير بالمستقبل وأطلع. لكن إنه واحد يسرق الجهد، على الأقل يا أخي يقولوا والله هذا جهد رجل قبل هالمرة كان سنة ونص يطلع عندنا وكان يقول هذا الكلام كلياته وهذا حقه، يعني مهما كان. وشكرا جزيلا تعبت معانا وكذا وهاي وطلعت الله معاك وكذا وهاي، ما حدا مربوط بحدا طول العمر، وهذا شيء طبيعي. لكن سرقة الأفكار هذا شيء أبشع منه بالعالم كلياته ما في. شوف كل القوانين العالمية أول شيء شو بيقول لك؟ الحقوق الفكرية لأي إنسان، وأن الحقوق الفكرية مسجلة صوت وصورة عند الناس كلياتها، وكل الناس كانت تنشرها.
طبعا هون انا ما بروح بشكل قانوني، لكن بروح بشكل اخلاقي، انه هذا الشيء اللي بيصير عيب. جايب لي اثنين صلعان مو عارف راسهم من مؤخرتهم وكذا وهاي، وبتنسب لي كل اللي حكيته انا بسنه ونص لهدول الاثنين الصلعان اللي مو عارفانين اي شيء. وهلا جاي بتقول جاب خبر. شو الخبر اللي جابه؟ والله نتنياهو بده ياخذ اهل غزه كلياتهم على مصر. نعم، مش انت قبل سنتين ما كنت تعرف هذا الكلام؟ قبل سنتين ما كنت بقول بدهم يحطون بالاردن، وقسم بده يروح على مصر، ودفعوا لهم 250 مليار دولار. وجي قلت لي منين جبت هاي الارقام كلياتها؟ وقلت لك هاي نتيجه دراسه درستها انا درست الاقتصاد المصري، درست الديون اللي عليها، درست المشاريع اللي عليها، طلع معي هذا الرقم. هذا كله ما بيجي من هيك وانا قاعد عم حايط رجل على رجل وعم بحكي، هذا جاي من جهة حطيته بشبابي وطفولتي، لما كنت بدرس فيها التاريخ، لما كنت بدرس فيها الاقتصاد، لما كنت بدرس فيها السياسة، عندما كنت كلياته عصارة أفكار سنوات، وجهد مو بس إلي أنا، جهد لعائلتي حتى، اللي كانوا دائما بيشجعوني وكذا. فبتجي ينسرق، يعني شو هالمنصة هاي التيك توك اللي هي قليلة أدب وعديمة أخلاق، إنه شخص بيجي سنة ونص كاملة كانت مادتك أنا، هلا بتروح كل هذا بتنسبها لواحد، لمصالح صغيرة لواحد تاني. هذا الشيء معيب جدا. أنا ما أطلب أنا أطلب من الشعب اللي كان بيسمعني، واللي كان بيسمع فيديوهاتي، واللي كان بيجي بيسهر مشان يسمع. أنا أطالبكم أنتوا تقولوا الحقيقة، لا تكونوا جبناء. ما شفت ليش أنتوا هيك جبناء؟ ليش طلعوا قولوا هذا الكلام كلياته ملك لواحد تاني؟ حرام عليك، هذا اللي بيصير، هذا حق الرجل. أنا ماني عدو لحدا نهائيا، بس مو كل من يجي بده يسرق منك فكرة وكذا وهاي وبده يسوي فيها، ويجي واحد تاني بيطبل له. هذا المصيبة. انت كنت عندي مطبلاتي وصرت عند غيري هلا مطبلاتي. انا بحكي الصراحة، ما كان هو نفتخر بهاي الشخصية اللي كل السوريين والكرد بيفتخروا فيها وهالكلام هذا كلياته عيب. هذا حقي، ومن حقي. انا بعرف كثير من الاخوة حتى القريبين مني راح يزعلوا، هلا ليش جبت السيرة هاي ليش؟ لا، هذا حقي. هذا تعب سنوات طويلة جدا، هذا تعب دراسة، تعب جهد كبير، تعب تفكير، ما انه جاي من هيك من فراغ. ما بسمع لحدا يسرقوا هيك. انا كنت اقول للناس كلياتهم خذوا الافكار، ما عندي مشكلة نهائيا، بس مو لهيك، مو انك للدرجة هاي، مو بالشكل هذا. شلون عيفك منهم؟ انت قاعد رجل على رجل ولا لك دار الصفحة بحياتك كلياتها، وواحد ضيع عمره كله بالدراسة وضيع شبابه كلياته وكذا، وتجي انت عيفك منه؟ لا، ما عيفني من حدا. انا ما بعيف من حدا. انا هذا حقي، وحق مشروع اعتقد. بس انا بعتب على الكردي اللي بيطلع عنده بالقسط وكذا وهاي وجبان، وانا بقولهم بالاسماء. انا ما بخاف من حدا نهائيا. ما حدا زلمه طلع وقال له هاي الافكار اللي عم تحكيها هاي مو ملككم انتو، ملك زلمه كان سنتين يطلع عندك ويحكي كل هذا الكلام وكل المخططات اللي عم بتصير على الارض الان. ما شفت رجل ولا واحد فيكم زلمه. 24 ساعه كانوا مثل التوت وتحت بيتسمعوا علي ويتعلموا، ولما انا غادرت طلعوا كلياتهم لفوق وصاروا ينسبوا الكلام إلهم. هذول حرامية. بس أنا عتبي عليكم أنتم كلياتكم، لأنه أنتم كان المفروض تطلعوا وتقولوا هذا حق رجل آخر، هذا كلام زلمة تاني، بالوقت اللي نحن كلياتنا ما كنا نعرف شو بده يصير بالعالم كلياته.
كان في واحد متعب حاله ويطلع ويشرح للناس كلياتك شو بده يصير، وش قد استحملت هجوم، وش قد استحملت مسبات، وش قد استحملت ناس تهجمت علي بالخاص بالعام وبالمنصات الثانية وبكل هذا كلياته مشان ينسرق كل جهدي بالأخير وينسب لناس ثانية ما لهم علاقة بالموضوع هذا كلياته، مجرد كانوا مستمعين. عيب هذا الكلام. أنا شفتوا أنتم كلياتكم كمية الهجوم اللي تعرضت عليه أول ما طلعت. حبيت أوصل هذا الكلام، الحق لا يموت أبدا، كل شيء موثق، كل شيء فيه فيديوهات وكلام، والناس ما طلبت من حدا يسجل، الناس كانت تسجل لي بوقتها قبل سنتين، وفي ناس قبل 15 و16 سنة كمان كانت تتابعني على مكانات أخرى، شفتوا يمكن امبارح طلعوا كمان وقال نحن من زمان كنا نسمع لكم بمكان آخر. أنا اللي انقطعت بأسباب متعلقة شخصية، دراسة وأمور وكذا، بعدين رجعت مرة تانية أتحدث بالسياسة بعد ما صقلت معلوماتي أكثر. لن أسمح لحدا يسرق مني معلومة، وهدول جماعة الكريدورات وما كريدورات جماعة عفطية ولا بيفقهوا شيء ولا نهائيا، هم سرقوا فقط الأفكار اللي عم بحكي فيها كلياتها وعم تطلع الأخبار كله شايفينه أنتم. مين اللي حكى عن المشروع تبع الشرق الأوسط الجديد؟ مين اللي حكى إنه غزة بده يصير فيه هيك؟ مين اللي حكى إنه راح يروح الأردن معاها؟ مين حكى على جنوب لبنان إنه بدها تروح كلياتها؟ مين حكى على جنوب سوريا؟ أتحداكم فيديوهات موجودة من قبل 2 و3 وقلت لكم جنوب سوريا كله راح يروح. كل شيء يصير على الأرض الآن أنا حاكي، وغصب عن اللي يقبل والما يقبل. في ناس بيقولوا لي لا تقول أنا حكيت وما حكيت، لا أنا حكيت. ليش ما حكيت؟ ليش إنه يعني أنا بالذات ما بيصير أقول قال مو مناسب وكذا إنك أنت قلت، لا أنا قلت شغلات لا يمكن أن تقال. أنا قلت شغلات لا يمكن أن تقال، وهذا حقي إنه العالم تطلع وتقول لي أنت هذا حقك، وكل شيء حصل على الأرض نعم أنت حكيت فيه، وكل الباقي حرامية وما عندهم مادة يتحدثون فيها نهائيا. أنا قادر هلا أقعد هون ل6 أشهر تانية وأتحدث بالتاريخ وبالسياسة وبالجغرافيا وبالعلوم وبالفيزياء وبالكيمياء وبالرياضيات، وعندي دائما مادة وماني محتاج حدا نهائيا. بس هم اللي ما عندهم مادة يسرقوا أفكار وكذا وهاي، ويجيب لي فلان ويجيب لي علان. أنا بقدر أطلع لحالي أحكي، ما محتاج مادة نهائيا. بس ليش السرقة؟ ليش السرقة هاي وكذا؟ وأنا ما بتابع حدا على فكرة، بس اليوم الشباب يعني كتير ضايقوني بصراحة، كتير من الشباب اللي اتصل معي وكذا وهاي قال يا زلمة اطلع احكي، ليش تاركهم يسرقوا كل شيء وكأنك انت ما سويت شيء 2 خالص ونهائيا ولا حكيت بأي شيء. قلت لهم والله أنا القضية بالنسبة لي مو كذا وهاي. قال لي حتى ولو ما انت كنت تخدم القضية، بس هذا حقك الشخصي كمان. على كل موضوع خلصنا منه، وحبيت انوه لهذا الموضوع. انا ما سبيت حدا ولا تعديت على شخص حدا ولا بعمري تعديت على اشخاص حدا نهائيا، لكن هذا حقي الطبيعي اني انا بدافع عن افكاري والشيء اللي قدمته خلال الفترة اللي فاتت كلياتها. وهذا امر طبيعي، بعتقد انه اي انسان عنده شوية ضمير واخلاق، اخلاق وضمير طبعا، المفروض انه يتفهم هذا الامر. وانا ما طالب اني اكثر شيء، ماني طالب منكم شيء اكثر من انه يكون عندكم ضمير، بس ضمير، شوية ضمير وشجاعة، لانه الشجاعة مهمة جدا، لازم تكون شجاع. ما شفت شجاع فيكم،
على كل، طبعا اليوم شفنا اخبار كتير بالحرب الخاصة اللي حصلت بالقناة العربية وغيرها وغيرها وال بالانسحاب الامريكي وقناة داولتها قناة السي ان بي سي. وطبعا انتم بتعرفوا هاي القناة كانت في وقت من الاوقات من اشد المناصرين لترامب، كانت من اشد المناصرين لترامب لفترة حتى عام 2014. طبعا هون بدي اشرح لكم كيف تدار السياسة في الولايات المتحدة الامريكية، وشرحت على مستويات كثيرة، بس هلا بدنا ناخذ الجانب الاخر. الجانب الاخر انه اغلبية السياسات في الولايات المتحدة الامريكية تمشي عن طريق اللوبيات، يعني المؤثرة، اللوبيات اللي بتأثر على المشرعين الامريكيين، سواء كانوا في مجلس الشيوخ الكونغرس او كانوا بالبرلمان او كانوا بالبنتاغون او بوزارة الخزانة الامريكية مجتمعين مع بعض. وفي عندنا الدول الثانية اللي بتعتمد على لوبيات الصحافة، بيعتمدوا فيها على لوبيات الصحافة. شلون يعني مثلا أنا مرة حكيت عن الإعلام بشكل عام، قلت لكم الإعلام كله مسيس بالعالم. في حدا منكم بيتذكر الصراع اللي حصل ما بين ترامب والسي ان ان في 2018 2017 2018، الصراع اللي حصل بشكل كبير ما بينه، وخصوصا بالحملة الانتخابية اللي السي ان ان كانت دائما تدعم هيلاري كلينتون. وطلع ترامب وسب القناة وشتمها بشتائم كبيرة يعني حتى، وطلب من الأمريكيين ما يسمعوا لها، واللي ناصرته بوقتها هي الفوكس نيوز الأمريكية، واللي كان هو دائما بيقول للأمريكيين روحوا شوفوا الفوكس نيوز، لا حدا يتفرج على السي ان ان. طبعا هون القنوات الأمريكية أغلبيتها هي مسيسة، وكل القنوات بتعمل من أجل المال، وهذا أمر أعتقد أنه كثير من الناس بتعرف هذا الأمر. فيعني حزب معين بيدعم قناة معينة بالمال وكذا، فهذيك القناة بتصير بتروج لهداك الحزب، للجهة الفلانية، حتى على مستوى الكونغرس بعض أعضاء اللي لهم قنوات إعلامية اللي بيدعموا تلك القنوات، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة الضخمة أيضا اللي بتروج أيضا كثير من الأخبار. ومعتمدة الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب الخاصة، معتمدة عليها، هذا الشيء أمر طبيعي جدا. وحتى مسألة أنه مين بيفوز بالانتخابات الأمريكية معروف بالولايات المتحدة الأقوى إعلاميا، لأنه الأمريكيين ممكن لآخر أيام أيضا يغيروا آرائهم وبينتخبوا فيه أي رئيس كان. فهلا هون قناة اسمها سي ان بي سي، يمكن مو دقيقة حكينا عصبنا شوي. ثواني بس. على كل، لأنه ما بتابع القناة هاي وبصراحة بكرهها، أنا بكرهها. ان بي سي القناة اسمها ان بي سي، وما بتابعها وبكرهها، ولا يوم من الأيام قريت منها خبر أنا بصراحة. هاي القناة كانت بال 2014 أكثر من مناصرين لترامب، إلى أنه طلعت أكاذيب دفعوا لها الروس مبالغ، فطلعت أكاذيب على لسان ترامب وقتها، فصار صراع ما بينه وما بين ترامب بسبب إيش؟ إنه القناة هاي بتكذب. هلا الأتراك شو بيعملوا بالحرب الخاصة تبعيتهم؟ بيروحوا على هيك مثل هيك قنوات، بيروحوا على هيك قنوات بيصيروا بيدفعوا لها. هاي القنوات بتطلع
من مصدر مسؤول. دائما الخبر قلت لكم اياه اذا بيكون بالطريقه هاي ما ذاكرين اسم المسؤول، هذا الخبر انا برميه بالزباله، مين ما يكون. وقد علمت مصادرنا الخاصه، نعم، وقد علم، صرح مسؤول رفض ذكر اسمه او الكشف عن هويته او كذا. هاي الاخبار كلها هاي حرب خاصه. فانا لما اليوم الصبح شفت الخبر نفس الصيغه تماما من مصادر قريبه من البنتاغون، من مصادر قريبه من اداره ترامب. الاداره تدرس انه تنسحب من سوريا، تهيئ انه تنسحب من سوريا، وهاي اخبار مثل هيك ما لها قيمه نهائيا، هي عباره عن اخبار مؤثره جدا. الى ما طلع اليوم عضو من اعضاء الكونغرس ايضا نفى هذا الخبر تماما، والبنتاغون قام بطرد القناه من البنتاغون انه ما بتنقل اخباره هاي بعد ما نقلوا خبر هذا الكاذب. فهيك تدار السياسات في الولايات المتحده الامريكيه. يعني قبل سنه ايضا شفنا كمان انسحاب امريكي من احد المجلات، متروبول كان اسمها، وصدر هذا وتنقلت القنوات العربيه مباشره، تنقل القنوات العربيه، بيدفع للقنوات العربيه وبيدفع للقناه الامريكيه هي المصدر الاساسي، او الصحيفه الامريكيه هي، وبينقلوه الثانيين كلياته لحتى ايش؟ يروجوا هذا الخبر بشكل كامل. طيب شو سبب الخبر هذا بالمرحله هاي؟ سبب الخبر هذا بالمرحله هاي هو للتغطيه على موضوع امبارح اجتماع نتنياهو وترامب. امبارح اجتمع نتنياهو وترامب وصار مسألة غزة وكذا وهي. فالقنوات العربية شو عملت؟ طلعت خبر مثل هيك مشان تشغل الناس كلياته بالخبر هذا وتغطي على الخبر الآخر المهم جدا اللي هي مسألة غزة. بس خليني أضبط الهاي اللي هي مسألة غزة. فصدر بالإعلام وتناقلها كل الصفحات العربية وصفحات الغيرة التركية، والإعلام التركي اشتغل عليها بالصحافة التركية اليوم شيء كبير. طبعا هذا بيستفيد منه أيضا إيش؟ أردوغان بالشعبية تبعيته، إنه شوفوا نحن ضغطنا كتير وكذا لحتى الأمريكيين بدهم ينسحبوا. شعوب بيهمها الخبر ما بيهمها تنفيذه، وهذا شيء معروف جدا بالنسبة للناس كلياتها. المعروف إنه إيش؟ أنا بيهمني الخبر، ما بيهمني هذا الخبر رح يتنفذ ولا ما بيتنفذ. فلذلك بتشوفوا بتناقلها الإعلام الحكومي بشكل كبير جدا لحتى يروج لخبر أساسا هو مو مهم يكون خبر حقيقي ولا مو حقيقي، لحتى يستفيد منه فئة معينة. هاي هي كل المسألة تبعية الأخبار هاي اللي بتطلع، وهاي الأخبار ما إلها أي أساس من الصحة نهائيا. الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لمصالحها، مو جاية لا مشان السوريين ولا جاية مشان الأكراد ولا مشان شرق الفرات ولا غيره. وانتم شايفين 14 سنة ضغط تركي هائل وعروض وكل شيء، والأمريكان ما انسحبوا من سوريا بسبب مصالحهم. وهذا أمر أعتقد أنه كل الناس مقتنعة فيه تماما. فاللي بيقول لك والله جايين مشان هدف معين، ولا جايين مشان بترول، ولا جايين مشان ثروات سوريا، وهاي بيكون عقله صغير كتير. الولايات المتحدة الأمريكية تنتج 14.4 مليون برميل نفط من البرنت الخام، ووصلت للاكتفاء الذاتي وما بتستورد بترول نهائيا، بتصدر. فما هي جاية لا مشان نفطك اللي 35,000 برميل. الآن إنتاج شرق الفرات من النفط ما بيعادل 35,000 برميل باليوم، وهذا رقم
تافه جدا، يعني ما بيغطي تكاليف تقريبا رواتب الموظفين وغيره وغيره، لأنه إنتاج سوريا يوصل إلى 480 ألف برميل قبل عام 2011. لكن بسبب العقوبات اللي كانت موجودة على سوريا والحرب اللي صارت مع داعش وغيرها، كثير من الآبار هاي خرجت من الخدمة، يعني ما في صيانة، ما في معدات، ما في شركات أبدا نهائيا. فالكل اللي عامل هي مجموعة آبار صغيرة جدا، ما إنتاجها كلياته ما بيطلع 35 ألف برميل. طبعا هاي البروباغندا الإعلامية اللي بيعملوها، النفط السوري والنفط السوري وكذا، وهاي بيعرفوا كل الناس إنه هذا الكلام غير حقيقي، هي بروباغندا تركية. وهموا الشعب السوري كلياته إنه إنتاج سوريا من البترول يعادل إنتاج العالم كلياته. فبتشوف باللايفات بكل مكان بيقول لك النفط السوري وسرقة النفط السوري، وكأنه النفط السوري كان يصدر 10 مليون برميل في اليوم. حقيقة الأمر ما شفت حدا طلع وحكى الحقيقة كمان، لأنه الإعلام ضعيف. إنتاج الآن ما يعادل من 30 إلى 35 ألف برميل في اليوم، ما في أبدا أكثر من هيك. وإنتاج سوريا في العام 2011 ما كان يوصل 400 ألف برميل. وكان في خطة من نظام البعث سابقا أنه يزيدوا من الإنتاج ويحفروا آبار تانية، لكن ما كان يسووا لها مصالح شخصية موجودة عندهم بالنظام الحكم وكذا. فكانت الشركات الموجودة يعني ما لها شركات عالمية كبيرة تنقب وكذا وتطلع بترول، فلذلك يعني ظلت فترة طويلة، وكان ممنوع كمان على شركات غربية كتير انه تتعامل مع سوريا. فالإنتاج هو 400 ألف، لكن الحروب والكذا مثل ما قلنا لكم دمر آبار كتير. سوريا عليها عقوبات، يعني هلا كانوا يتحدثوا انه بيرفعوا العقوبات على المشتقات النفطية. طيب وين في نفط اساسا في غير شرق الفرات؟ فبسبب العقوبات اللي كانت موجودة ما في شركات بترول، وما في قطع غيار وصيانة. فالبترول يعني بجباري كثير من الآبار بدها تخرج عن الخدمة بعد فترة، طبيعي هذا الشيء. فالبترول ما يعادل الآن إنتاجه كلياته 35، وصدعتونا بهاي الأسطوانة تبعيتكم وتبعيت البترول، وكأنه سوريا بتنتج 20 مليون برميل في اليوم، ما يعادل ربع إنتاج العالم أو نص إنتاج العالم. وهذا كله كلام فارغ، بروباغندا حرب خاصة تقوم فيها تركيا من سنوات طويلة جدا، وأصحاب الرؤوس المربع السلكيين مسطين هذا الموضوع، وكل يوم ما عندهم سالفة غير النفط. هلا هذا الموضوع اللي حبيت اني اطرحه واحد. الشغله الثانيه الهامه للغايه انه قلت لكم في دعوه رسميه من ماكرون لاحمد الشرع بزياره فرنسا، وايضا بنفس الوقت حسب معلوماتي الخاصه انه في ايضا دعوه للاداره الذاتيه، ممكن تطلع على الاخبار بكره او بعد بكره. طبعا مثل ما قلت لكم قبل فتره قصيره جدا انه فرنسا استلمت الملف، وراح تشوفوا خلال الأيام القليلة القادمة والأسابيع القادمة دور قوي جدا لفرنسا. وأعتقد أنه إذا ما كان نصفكم أكثر من نصفكم كان موجود هذا الموضوع مسجل. واليوم عم نشوف فعلا امبارح اليوم كذا فرنسا بدأت فعلا الدخول على الخط واستلام الملف السوري بشكل واضح وصريح. اليوم شفنا أيضا خبرها، امبارح أنا أعلنته بس اليوم طلع بشكل واضح على الإعلام كلياته أنه فرنسا وألمانيا أيضا ستقومان بإنشاء قاعدة عسكرية في شرق الفرات.
خلال الأيام الجاية كمان راح نشوف دور فرنسي أكبر. طبعا شو دلالات هذا الموضوع؟ دلالات هذا الموضوع بعد ما أبلغت المملكة العربية السعودية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالمباحثات اللي حصلت مع الشرع، وذهب إلى تركيا، وشفنا البروباغندا اللي امبارح حصلت، اتفاقيات وأمور. طبعا هاي ما لها أي أساس من القانون، لأنه هؤلاء أغبياء وحمير وعم يضحكوا على الشعوب. ليش؟ أنا بقول لكم ليش. هذه حكومة ليست شرعية، هذه حكومة عبارة عن حكومة انتقالية، وأنا هون بحكي من الناحية القانونية وما بحكي آراء شخصية أو شو بحب وشو ما بحب. لا يحق لأي دولة أنه تبرم اتفاقيات دولية في ظل وجود حكومة انتقالية. هذه حكومة اسمها حكومة تصريف أعمال. فلا الأتراك ولا أحمد الشرع ولا أي حدا قادر أنه يبرم اتفاقيات مع دول. هذا أمر طبيعي كقانون دولي، بحكي هذا الأمر، مو أنه كذا، لأنه راح يكون مكلف جدا لتركيا في المستقبل. وما بعتقد الأتراك، هم أغبياء بس مو للدرجة هاي. بس بكرة راح تشوفوا بالأخبار راح يطلعوا هن نفسهم الأتراك راح يقولوا لكم لا، إنه ما بيصير لأنه قانون الدولي ما بيصير وكذا وهاي. فهم راكضين بأي شكل من الأشكال إنه يشرعنوا الشرع، لكن أكيد ما بيصير هلا كمان. شرعنة الشرع ليست بالسهولة اللي بيتصورها الأتراك ولا غيرهم. شرعنة الشرع تحتاج للشعب السوري كلياته، تحتاج إلى انتخابات نزيهة، وتصير الانتخابات هاي على كل الأراضي السورية، يعني جنوب سوريا، الساحل، شرق الفرات، كلياته، حتى ينتخب حكومة. والحكومة هاي حتى لو كانت انتخابات شكلية، على فكرة حتى لو انتخابات شكلية، حتى تشرعن هاي الحكومة. فالأمر مو بالبساطة اللي أنتم مفكرينها. هاي عبارة عن حرب خاصة، والأتراك عم بيضحكوا فيها على الشعوب العربية وبيضحكوا فيها على شعبهم، الشعب التركي. على فكرة الحكومة التركية كل الحرب الخاصة اللي بتديرها حاليا أكتريتها على الشعب التركي. بس المصيبة انه السوركيين بيصدقوهم كمان. فهذا الكلام اللي عم بيصير وعلى الإعلام، واستقبلوه بالسجاد الأحمر، واستقبلوه وحطوا صور وما بعرف ايش، هذا كله للاستهلاك الإعلامي الداخلي. هذا كله الاستهلاك الإعلامي الداخلي للشعب التركي واحد وللشعب السوركي، لا أكثر ولا أقل. كل هذا هراء ليس له أي أساس من الصحة. الموضوع كلياته راح يكون في فرنسا. عندنا أمرين مهمين للغاية. في فرنسا راح يتم يا أما استبعاد الجولاني بشكل نهائي واعتباره إرهابي وخلص الموضوع، يا أما الجولاني بده يجنح للغرب مشان يشرعن نفسه، بده يبعد عن الأتراك. ما عنده حل ثالث أبدا. وراح نشوف المحادثات اللي راح تصير بفرنسا. طبعا فرنسا مخولة من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي ومن كل مكان. في من يكتب لي هونيك بصفحة الفيسبوك وزعلانين كتير. أنا بعرف الوجع، وهذا أمر طبيعي. أنا بحس بالوجع السوركيين، لأنه الوجع كبير وقاسي. راح نشوف. شوفوا، بقول لكم شغله واحده لازم تعرفوها وكلكم كلياتكم. شخصيه
أحمد الشرع شخصية براغماتية متبدلة، يعني قادر أنه يبدل من جلده بكل سهولة. لكن هنا كلمة لكن حطوا تحتها 100 خط كمان. شو هو؟ أنه هل يا ترى الغرب راح يعطيه ضمانات أنه يوقف معاه ضد الراديكاليين اللي موجودين معه بالأساس؟ ونحن بنعرف هو ايش قد اغتال أو تخلص من قادة اللي هم كانوا معاهم، يعني هذول المصريين والبعض التركستانيين وقادة تبعيتهم، يعني حتى أنا ما بحفظ أسمائهم بصراحة لأنه ما بيهموني، ما نو من علم السياسة لحتى أعرف هؤلاء المجرمين والقتلة والإرهابيين على مستوى العالم كلياته، ما بهتم فيهم بأسمائهم. يعني هو كم من القادة لتنظيم القاعدة قتل هو نفسه كتير. هل الغرب راح يعطيه ضمانات ويجهز له قوة يدعموا فيها في حال انقلب عليه الراديكاليين؟ في سوريا هو يحتاج إلى هذا الأمر بصراحة. ما وجدت ذهب إلى الأتراك، الخليج ما قدم له هذا الموضوع. هل الأوروبيين والأمريكان التحالف الدولي سيقدم له الدعم الشخصي لحتى هو ينهي تنظيم القاعدة في سوريا بشكل نهائي؟ وهي مهمته. بيان صادر من القيادة المركزية الأمريكية، هلا وصل. القيادة المركزية الأمريكية ترفض سحب القوات الأمريكية من سوريا تعليقا على ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية الثلاثاء عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية من أنهم يعملون على تطوير خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا. قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن اتخاذ قرار بسحب قواتنا يبدو مستبعدا حاليا، لافتة إلى أن رفض القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم الفكرة في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة. جماعة السوركيين اللي عم تكتبوا لي هونيكم متألمين، فوتوا على جريدة الشرق الأوسط. هذا مو من عندي أنا يا حمير يا أغبياء يا بهايم، مو من عندي أنا. طبعا هذا الكلام للي عم بيشتموني، طبعا أنا ما بشتم حدا نهائيا، لكن فوتوا على جريدة الشرق الأوسط ستجدون هذا الكلام. نعم، في عالم تشاهد وتستمتع بالألم. في ناس تستمتع بالألم، هي مازوخية طبيعتها هيك، بتحب الذل. القيادة المركزية الأمريكية ترفض سحب القوات الأمريكية من سوريا تعليقا على ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية ثلاثاء عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية من أنهم يعملون على تطوير خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا. قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن اتخاذ قرار بسحب القوات يبدو مستبعدا حاليا، لافتة إلى رفض القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم الفكرة في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة. طيب أنا راح أحط الخبر هون، مش هتحطوا لنا إياه بالتليجرام يا إخواننا المشرفين؟ ثواني، حطوا لنا إياه بالصفحة. طيب خلونا نشوف في صحافة تركية نشر شيء كمان. نقلا عن CNN ترك وعلى ذمتها، أمريكا بدأت بالانسحاب من شرق الفرات أو تستعد للانسحاب منها. قصد ستحل نفسها وبتعليمات أمريكا سيحل محلها جهة كردية سورية سياسية معتدلة وغير متطرفة تتفق مع حكومة دمشق. طيب العناصر الأجنبية في صفوف قسد سترحل من سوريا. عناصر قسد من الجنسية السورية لهم خيارين: أما الانصراف لحياتهم العادية أو من شاء منهم بشكل فردي الانضمام إلى الجيش السوري الجديد.
ما سبق ذكره قد يتحقق فورا، وربما تنتظر أمريكا خطاب عبد الله أوجلان المنتظر خلال الأيام القليلة، والذي يدعو فيه مسلحين حزب العمال الكردستاني باككي إلى نزع سلاحهم والانخراط في السلم الأهلي في الدول التي يتواجدون فيها. الرئيسان أردوغان والشرع لهما علم وإحاطة بما سبق ذكره. هاي إيش؟ صحيفة CNN تركي. نعيدها، شوف الحرب الخاصة، شوف الكذب اللي عم ينقال، وهلا راح أفسر لكم الحديث هذا كلياته. أمريكا بدأت بالانسحاب من شرق الفرات، اليوم دخلت 60 شاحنة، وامبارح 80، واليوم اللي قبله 120، وعشرات الطيارات الشحن اللي كل يوم بتدخل فيها، تدخل لهونيك. فهمت علي شو؟ تابعوا الأخبار أنتم شوفوها، شو بيقول لك؟ أمريكا بدأت بالانسحاب من شرق الفرات أو تستعد للانسحاب منها. قصد ستحل نفسها، وبتعليمات أمريكا سيحل محلها جهة كردية سورية سياسية. مين هاي الجهة السورية الكردية السياسية؟ الحكيم بشار؟ إبراهيم برو؟ طيب، العناصر الأجنبية في صفوف قسد سترحل من سوريا. إيه؟ العناصر قسد من الجنسيات السورية لهم خيارين: أما الانصراف لحياتهم العادية، أو من شاء منهم بشكل فردي الانضمام إلى الجيش السوري الجديد. ما سبق ذكره قد يتحقق فورا، وربما تنتظر أمريكا خطاب عبد الله أوجلان المنتظر خلال الأيام القليلة، والذي سيدعو فيه مسلحين حزب العمال الكردستاني باككي إلى نزع سلاحهم والانخراط في السلم الآلي في الدول التي يتواجدون فيها. الرئيسان أردوغان والشرع لهما علم وإحاطة بما سبق ذكره أعلى. طبعا هذا كله بروباغندا إعلامية، وهذا اسمه الحرب الخاصة. رح أرجع أقول لكم، أنا من وجهة نظري الشخصية لن يخرج السيد عبد الله أوجلان في خطاب. أنا هيك شايف. إذا طلع بخطاب ممكن يكون تسجيل، ممكن يكون رسالة أو اتصال. طبعا أي شكل من هاي الأشكال مرفوض بتاتا، هذا مرفوض. حتى لو كان خطاب تلفزيوني ممكن يكون مسجل، ممكن يكون ما له أي أساس من الصحة، ممكن يكون ذكاء اصطناعي، ممكن أي شيء يكون. فهون أنا بشكل شخصي أدعوكم أنه ما تصدقوا هاي الأكاذيب نهائيا. بكرة في تصريح للسيد قرالان على قناة ستير حسب معلوماتي، أنا ما بعرف مضمونه بس أنا بعرف شو بده يحكي. راح يحكي بشكل واضح وصريح بأنه إلقاء السلاح أمر مرفوض، وهذا شيء مستحيل. شيء ثالث راح يقول لك نحن تقدمنا عسكريا بشكل كبير جدا. فعلا حيدوا كل أنواع الطيران الموجود عند الأتراك بالتكنولوجيا يلي هم اخترعوها. الشيء الثاني راح يقول لك آلاف الشباب الكرد المثقفة انضمت على هاي الحركة على أساس فكري. فمن سبع المستحيلات أنه أنا أقدر أقول للناس اتركوا السلاح بعد قطع المرحلة هاي كلها. الشغلة الرابعة راح يقول لك أنه القائد عبد الله أوجلان هو اللي اخترع هاي الحركة أساسا والفكر هذا، فما راح يطلع أمر بإلقاء السلاح إلا إذا صاحب الفكر قال أنه نلقي السلاح. لكن 5 راح يقول لك لن يكون مقبول أي بشكل من الأشكال من دون ما يخرج القائد عبد الله أوجلان ويصير بين شعبه وناسه بعدين يلقي الخطابات. أي خطاب من القائد عبد الله أوجلان وهو موجود في السجن أو عند الأتراك هذا مرفوض قطعا، ولن يقبل به أحد أبدا. أتمنى تكونوا سجلتوا هاي، لأنه بكرة راح نذكركم بس يطلع الخطاب. ونفس هذا الكلام اللي أنا صار لي شهرين 3 بعيده. هذا الكلام أنا صار لي 2 3 عم بعيده. برجع بقول هذا كلامي أنا هلا لا يمكن بأي شكل من الأشكال مهما كان، شو ما كان الخطاب، شو ما كان نوعيته، شو ما كان شكله، لن يقبل أي خطاب
بوجود القائد عبد الله أوجلان في السجن في الأسر. هذا شيء مرفوض بتاتا مهما كان شو ما حكى. كل الحب والاحترام له قدسية عظيمة جدا عند الشعب الكردي، لكن الأمر متعلق بمصير الكرد بشكل كامل. لن يكون مقبول هذا الشيء، وأي حدا بيطلع وبيروج ما يتحدث به الميت التركي هو عدو، حتى لو كان تابع لهاي الحركة، حتى لو يكون تابع لهاي الحركة. لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أعتقد، وهذا أمر طبيعي جدا أيضا، أنه أي حدا من الحركة هاي يقبل برمي السلاح. لا يمكن هذا الأمر أبدا. ممكن هدنة، ممكن وقف إطلاق نار، نعم، لحتى يتيحوا مسألة المفاوضات وهي، وهذا الأمر كمان أستبعده نهائيا. الشيء اللي عم بيصير الأتراك إلى الآن يظنون بأنهم قادرين أنه يخدعوا الشعب الكردي. لحد الآن عايشين بعقلية قبل 100 عام، أنه بدنا يطلع عبد الله أوجلان يلقي خطاب يقول نرمي السلاح، فجماعة قسد وروج آفا كمان رح يرموا السلاح، خلاص هو قال وكذا وهي. هذا الكلام مرفوض تماما. نحن ما لنا علاقة، نحن في شرق الفرات لا لنا علاقة لا بحزب العمال الكردستاني، وما لنا علاقة بباككي، ولا لنا علاقة بالقائد عبد الله أوجلان. نحن له كل الحب والاحترام، مسألة فكرية نعم، لكن نحن لدينا قادة ولدينا حركة وسياسيين وعسكريين لا نتبع لأحد. ما بنتبع لحدا نهائيا بهذا الأمر. الأتراك هاي الحرب الخاصة اللي عم بيعملها وبيروجوها بشكل كبير صار لهم، وبده يطلع القائد عبد الله أوجلان وبده يقول خطاب وخطاب تاريخي وكذا، هذا كله كلام هراء ما بيهمنا نهائيا ولا نعترف فيه لا من بعيد ولا من قريب. ولا أعتقد أنه أساسا قائد عبد الله أوجلان رح يوقع بلعبة الأتراك، لكن الأتراك خبثاء. هو شخصيا ما رح يوقع، بس هم ممكن والله ذكاء اصطناعي، والله فيديو تحت الضغط، والله بيطلع بيقول خطاب، والله أي شغلة كذا. هذا كلياته ما دام هو موجود عندكم لن يقبل منه مهما كان، ما بينقبل أبدا بأي شكل من الأشكال. وهذا الشعب الكردي كلياته لازم يعرفه بكل الجهات اللي موجودة. لن يقبل إلا إذا خرج من السجن وقعد مع حزبه وقعد مع السياسيين الكرد وقرروا مجتمعين أمر سياسي، وهنا راح يكون تحت الرقابة الشعبية أيضا. غير هيك ما في شيء يقبل نهائيا من الشعب الكردي، ولن نسمح بهذا الشيء، لن نسمح فيه أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. كل ما تروجه المخابرات التركية والميت التركي والحرب الخاصة اللي بتشنها، هذا كله كلام هراء ليس له أي أساس من الصحة، ولا يعنينا لا من بعيد ولا من قريب. هذا أمر لازم تحفظه. بعدين يعني أنتوا شفتوا خطابه عمر أوجلان وشو قال فيه، وشفتوا كمان كلام مراد قليان قبله، وشفتوا كمان كلام جميل بايق أيضا شو قال لك. قال لك اللي بده يعمل سلام وبده يعطي حقوق، مو يعتقلنا ويقتلنا ويعتقل ناس جديدة ويعزل ناس موجودة في بلديات منتخبة من الشعب. فعم يضحكوا على مين هدول؟ عم يضحكوا على مين الأتراك؟ الأتراك ما راح يعطوك حقوق، ما بيعطوا، بيعترفوا بالكردي الميت فقط، بيحبوا الكردي الميت فقط، ما بيحبوا أي كردي آخر، وما بيعطوا أي حق، وما نهائيا ولا ننتظر منهم حقوق.
هذا الكلام كله مرفوض. لا الحركة الكردية تقبل بهذا الشيء ولا القائد عبد الله أوجلان يقبل هذا الشيء، وألاعيب المخابرات التركية معروفة، وهاي رسالة لكل كردي على وجه الكرة الأرضية. ما بنقبل بأي شيء إلا في حالة إخراج كل السياسيين الموجودين في سجون تركيا، وعددهم بعشرات الآلاف، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان، واللي هي راح تقعد مع الحركة الكردية كلها بكل أشكالها الموجودين، ووقتها راح نقرر نحن هل سنقوم مفاوضات مع الأتراك ولا لا. غير هيك الأتراك ذاهبين إلى الزوال، أنا بقول لكم إياه، الأتراك ذاهبين كدولة تركية لا يمكن أنه تستمر. مسألتنا مع الأتراك مسألة وجودية، ليست مسألة أنه والله بحقوق وكذا وهي. بالأتراك بالذات يا نحن نكون أو هم يكونون، بالأقوال لازم يقتل الآخر، ينهي الآخر يعني. وهذا القتل بمعنى أنه ينهي بشكل سياسي، يعني ينهي كلغة وينهي بشكل نهائي، وما في شيء آخر إلا هذا. هذا نقطة مهمة للغاية، لازم تحفظوها هاي الأمور. بكرة بتشوف خطاب القائد قرلان شو راح يكون، وراح يكون قريب من هذا الخطاب اللي قلت لكم إياه. غير هيك لا يقبل منهم أبدا. شوفوا بقول لكم شغلة واحدة ومرة ثانية، خصوصا إخواننا الكرد أصحاب هاي الحركة أو صاحبين هذا الفكر، كل ما ذهب الوقت كان الثمن أغلى على الأتراك، والأتراك أغبياء كتير عم يدمروا بلدهم. فأنت لا تكونوا سبب أنك أنت تخلي عمر الأتراك يطول ودولتهم يطول. وهنا هاي رسالة للإدارة الذاتية أيضا، ورسالة لقنديل كمان، وكلياتهم. وأنا كابن هذا الشعب الكردي من حقي أني أتحدث وأبعث رسالة كإنسان كردي، بس ماني والله مسؤول، أنا ماني مسؤول شيء، ولا أني هذاك السياسي كذا، ما بعترف بهذا الشيء أيضا. لا يمكن بأي شكل من الأشكال نسمح لكم بأنه الأتراك، وأنا بعرف أنه أنتم أكبر من هيك وما بينضحك عليكم، أنه الأتراك يلعبوا عليكم حرب خاصة بعد 100 عام مرة أخرى. لأنه القائد عبد الله أوجلان قالها وعمر أوجلان قالها، وما بدي أعيد الخطاب هلا مرة ثانية باللغة الكردية. قال بالحرف الواحد أكراد اللي كانوا قبل 100 عام مو نفسهم الأكراد الموجودين حاليا، لا يمكن أن نضحك علينا، وآلاف المثقفين موجودين. وبكرة راح يتحدث سيد قرنان عن هذا الموضوع. آلاف المثقفين انضموا إلى حركة التحرر الكردية بكل أشكالها. وهذا أمر، افتحوا التعليقات هون، افتحوا التعليقات، لا تسكروا التعليقات. هذا الأمر أمر هام للغاية، وخلوا الأتراك يعملوا حرب خاصة مثل ما بدهم. عندنا رؤوس مربعات بتصدقهم بس ما بيأسوا، بس لا على السياسيين ولا على المثقفين قادرين يضحكوا الأتراك. نرجع لموضوعنا الآخر. أنا قبل سنتين ما قلت لكم عفرين رح تاخذها الهيئة بشكل كامل؟ هنا موضوع ما قلت لكم مو مثل موضوع هذوليك الناس الثانيين اللي ما قلت لكم وهو كله أساسه لا قال ولا حكش. غدا تستلم الهيئة عفرين بشكل كامل. الأمن العام التابع لدمشق راح تستلم عفرين بشكل كامل. إن حصلت محادثات في فرنسا واستطاعوا الفرنسيين إقناع أحمد الشرع والإدارة الذاتية بالتقارب وكذا وهاي، راح تنتهي المواضيع كلياتها وراح يطلعوا الأتراك برا، يا أما متوجهين إلى حرب كبيرة. كل الأحوال في حرب كبيرة، حتى لو كان الشرع معانا، لأنه في حرب على الجماعات التركية وفي حرب أيضا على الجماعات الراديكالية، حتى لو كان بالتعاون مع الشرع. سواء الشرع معانا ولا الشرع ضدنا، في حرب قادمة لا محالة.
مشان تكونوا واضحين، مشان ما حدا يجي يقول لي والله اللي امبارح حكى شيء واليوم غير كلامه. لا، ما غير كلامي، وانا عند نفس الكلام تماما. انا قلت لكم الادوات تتغير، الشخصيات تتغير، الاشكال تتغير، لكن الاستراتيجيات لا تتغير. صوته ضعيف؟ ما اعتقد ضعيف، هلا هيك ضعيف، لكن الاستراتيجيات لا تتغير. يعني نحن امام حرب لا محالة، سواء كان معنا أحمد الشرع، إذا استطاعوا الأوروبيين وكذا إقناعه، وفعلا إذا استطاعوا إقناعه وقبل، هو الرابح على فكرة، لأنه فعلا راح يحكم سوريا، لأنه فعلا وقتها أحمد الشرع راح يحكم سوريا. وأعتقد أنه ما له غبي، أعتقد أنه ما له غبي، أعتقد أنه راح يجنح للغرب، وراح تكون في حرب، سميها حرب تصحيح، سميها حرب تحرير، سميها انه يغيروا كل هدول الموجودين على الارض، وتستلم قوة ديمقراطية سوريا كلياتها، ويتشكل فيها دولة جديدة وحكم جديد. وهنا راح ينجح الشرع إذا قبل بهذا الشيء. إذا ما قبل قدامنا حرب، وهو راح يكون جزء من الحرب اللي راح تكون ضدنا. يعني بكل الأحوال نحن قادمين على حرب لا محالة، سواء كان معنا أو ضدنا. ولن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا أبدا، حتى لو انتهت هذه الحرب. ممكن تخفف، ممكن تبدل، بتجيب قطع مختلفة عسكرية أخرى، مسائل أخرى. أمريكان ما لهم بالسذاجة هاي، ومصالحهم كلها موجودة الآن في سوريا. شفنا احنا تصريحات امبارح ترامب واللي يتحدث فيها عن الشرق الأوسط الجديد، والقلم اللي راح يرسم فيه الشرق الأوسط الجديد، وغزة اللي راح يطلعهم. وحتى قال لك مو مشكلة يعني بالمعنى هذا المذهب بقول لكم إياه، السيسي يعني بيكابر وكذا، بس راح يقبل بالنهاية. طبعا هو قبلان زمان، مو من هلا، مو كيفه يقبل. مو بكيفه يقبل، كله بده يقبل. الأردن بدها تقبل، السعودية بدها تقبل. وطلع واحد امبارح اليوم شباب يقولوا لي واحد جاي أصلع كمان وعلى السريع، وقال لك المملكة العربية السعودية ضد إنشاء دولة كردية وضد إنشاء أقاليم كردية. كربيتك ما أكذبك. بس إيش؟ المملكة العربية السعودية ما بدها فلسطين، قال ما تنازلت عن فلسطين وما بدها دولة فلسطينية نهائيا، لكن إيش بده؟ ما بدها دولة كردية وما بدها أقاليم كردية. شوف الغبي من أي مبدأ هذا. يعني مثلا ليش يعني مثلا ما بدها؟ ليش؟ لأنه المملكة العربية السعودية مثلا عنصرية، يعني ما بدها، يعني خايفة كثير على الأتراك وإيران، وخايفة إنه إيران تتقسم. يعني المملكة العربية السعودية بتحب إيران كثير مثلا، على أي أساس؟ على شو بنيت الاستراتيجية هاي والسياسة؟ الحق مو عليك، على الحق إنه واحد بيطلع حمير معه بعد ما كان يطلعوا سياسيين ويتحدثون وسياسات استراتيجية وكذا، وكنت تطبلهم ليل نهار، صرت تطلع حمير. لا، و3000 4000 واحد موجود باللايف هذاك. انا هنا كمان ما برجع بتهجم على الشخصيات، انا بتهجم على الافكار، لانه في 4000 عم بيسمع واحد حمار، واكيد 4000 هدول 3999 واحد مصدقين الجحش هذا. هاي المصيبة. وما بعرف هدول الصلعان شو قصتهم، هدول خصوصا هدول مو كل الصلعان طبعا انا بقصد فيها، يعني هدول الرصاصة بتصحط على راسه، على شعره ما في. شو لكم علاقة بالسياسة هاي إذا ما بتعرف تطلع وكذا وهاي؟ لا، طلع امبارح وبيقول لك المملكة العربية السعودية تنازلت عن دولة فلسطين مقابل ما تصير دولة كردية. يعني طب ما ليش ما يروح يتحد مع تركيا وأحمد الشرع وكذا
ويحافظ على دولة تركيا ما تتقسم، ويروح يحافظ على إيران كمان ويتحد معاها وكذا ويساعدها. طيب شو مصلحة المملكة العربية السعودية هيك؟ مع أكبر أعداء المملكة العربية السعودية هم اثنين: الدولة العثمانية بتاريخها كلياته، رجعوا التاريخ وكله عرفوها من ظهور حركة الشيخ عبد الوهاب شيخ الموحد إلى الآن، كان صراع مع الدولة العثمانية والصوفية، والصراع الآخر هي مع الدولة الشيعية وإيران. حركة إخوان المسلمين تابعة للصوفية، يعني تابعة للعثمانية، لأنه بده يعيدوا الدولة العثمانية هي نفسها. يعني اشمعنى يعني هلا المملكة العربية السعودية صارت تخاف على هدول الدول؟ وعلى أي أساس؟ شو مستفيدة؟ يعني أنا بس بدي أفهم. أنا يعني كنت يعني لو أنا موجود بهذاك، بس بدي أسأله سؤال. يعني أنت بنيت هاي الرؤية السياسية الفطحلية المهمة للغاية، بس على أي أساس؟ ولازم يكون عندك شيء على أساسه. شفتوا أنتوا خطاب ترامب شو قال على إيران؟ بس حابب انه انتم هيك مثلا تكونوا متابعين كمان وين. طيب انا قبل فتره شو قلت لكم؟ قلت لكم انه ايران بالذات دوله ذكيه، وايران بالذات هي اللي راح تغير نفسها وتقسم نفسها. وايران ما بعتقد انه تدخل بلعبه بصير عليها حرب وكذا وهي، صح ولا لا؟ طيب مين شاف ترامب شو قال؟ ما حكى نفس هذا الكلام انه ايران يعني اذا تعاونت معنا وغيرت نفسها وغيرت نظام الحكم تبعها، واعتقد انه الايرانيين ناس جيدين وناس اذكياء وكذا وراح يتعاونوا معنا كثير. حدا شاف هذا الكلام ولا ما شافه؟ أنا بس بدي أسألكم، أنتوا شفتوا هذا الكلام ولا ما شفتوا؟ طيب أنا سبقت قبل فترة قلت لكم يا صح ولا لا؟ السياسة اللي ببنيها والاستراتيجية ما بجي ببنيها على أساس أنا هيك بدي وأنا هيك بحب وكذا وهاي. أنا ببنيها على دراسة، حتى ولو كانت الدراسة طلعت معي نتائجها سلبية بالنسبة لقضيتي وقضية الكردية وكذا وهاي، هاي دراسة بقولها بكل تجرد. فلذلك كل ما أقوله أتمنى أنه تأخذوه بجدية وبجدية كبيرة جدا، لأنه خلال الفترة القليلة القادمة رح يترجم كله على الأرض. وماني جايبه هيك من جيبي من كيسي، قاعد هيك وعم بحلم وتعالوا نحكي شوية سياسة وهي، لا. تغيرات رح تحصل بشكل كبير جدا. الشيء اللي حكيته امبارح ما رح أعيده مرة ثانية. وضحت أمور هامة للغاية. هاي البروباغندا الإعلامية والحرب الخاصة والكذا ما ملوا منها الأتراك يعني صرتوا سخيفين جدا يعني. والله اليوم كنت أسمع الأخبار وهاي وسين بي سي وعربية وكذا والقنوات التركية، كنت أتمسخر عليكم، كنت أتمسخر عليكم. وحتى وأنا من شوي قبل ما أفتح كذا اتصل معي أخ قال لي ما تطلع وتحكي عن الموضوع هذا. قلت له والله كنت أفكر اليوم ما أفتح كمان وكذا. قال لي لا لازم تعرف. قلت له ليش؟ العالم مصدقة لسه الأتراك ومصدقين الحرب الخاصة؟ ما تعلمتوا يعني من الحرب الخاصة هاي كلياتها وشو خبر بيطلع كله كذب وتحققوا؟ علمتكم حتى طريقة التحقيق. أي خبر بيطلع سنتين وأنا بشرح في شلون تحقق هل هذا الخبر صحيح أم ليس صحيح. ما له علاقة الإعلام. أنت 2000 شخص كل يوم بتسمعني، ما علمتكم. صار لي من دون تعليمية طبعا، أنا أخوكم الصغير وكذا.
انه شلون تتحقق من الخبر، شلون تدرس ما وراء الخبر، شلون تعرف انه هذا الخبر صحيح ولا هذا الخبر مو صحيح، شلون تفرقوا بينه وبين الحرب الخاصة. كل هذا شرحناه كتير. عاطفيا ما بيمشي الحال، عاطفيا ما بيمشي الحال. لازم تترك العاطفة بالسياسة بعيد وترميها، تحطها ب100 كيس وترميها بأبعد زبالة، حتى مو زبالة قريبة. هون العواطف ما في بالسياسة. حقوق إنسان، ديمقراطية، ما بعرف إيش، هذا كله شيء وحطوه بكيس وسب كبه. ما في هالشيء هذا بالعالم كله. هذا كله شعارات ضحكوا علينا فيه. أتمنى تكونوا أوعى من هيك أكتر. حتى لو طلع خبر وكذا واي، أنا ما طلعت ما حكيت وكذا واي، لحالكم تعرفوا إنه كل الأمور هاي كذب. كم مرة شرحت لكم شو الفرق بين السياسات الاستراتيجية والسياسات التكتيكية. كم مرة شرحت إنه شو سبب وجود الولايات المتحدة الأمريكية أساسا في الشرق الأوسط كلياته، مو بس سوريا. ليش الإعلام الكردي ما هو مسيس؟ كل الإعلام الكردي مسيس، حتى الإعلام الكردي مسيس. أنت لحالك تصير تحقق. ما في داعي لحتى تستنى الإعلام الكردي يحكي لك، ما في داعي. بكل بساطة أنا ما بعتمد على الإعلام. أنا زلمة رجل من الناس يا جماعة ما بشوف قنوات تلفزيونية وما بهتم بالصحافة بشكل أبدا. أنا بهتم بما يقوله صناع القرار. حتى إذا شفته على مكان وكذا واي بروح بتحقق منه فعلا حكى هذا الكلام ولا لا. أما هذا الكلام من مصادر خاصة، من مصدر مسؤول، علمت قناتنا، ذكر مصدر وامتنع عن ذكر أو الكشف عن شخصيته وكذا، هاي كلها أخبار بشيلها وحطها بالزبالة. هاي حتى لو صحيحة، حتى في منها مرات بيطلع صح، بس حتى هاي بشيله بالزبالة صحيحه مع غلطه. ما بهتم فيه أبدا هذه الأخبار بالنوعية هاي. لكن لما يقول لي ذكر الرئيس ترامب مثلا انه اليوم بالجلسة البرلمان الفلاني او بحفلة بفلوريدا او بقاعة المؤتمرات بكاليفورنيا، انا بروح بركض بشوف شو حكى فعلا. حتى خبر هاي القناة انا بس بدي هذا الخبر انه حكى ترامب فلان مكان، الباقي ما بيهمني شو حكت القناة. بروح بشوف الخطاب الاساسي وانا بقرر انه حكى هيك ولا ما حكى هيك. لانه تكتب الصحافة وممكن تنقل الخبر هذا بأي شكل اللي بيعجبها هي لتمرق رسالة، وهذا أمر معروف. كل حتى الصحافة الأمريكية بالذات هي صحافة مالية، يعني اللي بيدفع لها، وهذا أمر طبيعي. شفتوا أنتم الصراع اللي حصل ما بين CNN وترامب، قبلها CNBC وترامب، وبعدين الفوكس نيوز، وبعدين قلب على الفوكس نيوز، بعدين تهجم على أغلبية الصحافة الموجودة، وآخر شيء راح لعند صديقه ماسك وقال لك منصة إكس أحسن شيء. شفتوا المشكلة الكبيرة اللي صارت بينه وبين مالك فيسبوك كمان ترامب، ولا ما بتذكروها لما نجروا على التحقيق والكونغرس وكذا بالعام 2017-18. اللي ما بيفهم طبيعة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، نورت يا أخت نور من زمان والله، اللي ما بيفهم بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وكيف تدار السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بعذره. نعم فعلا بده يشوف شيء على الصحافة بده يصدق فورا، لأنه ما عرفان شلون تدار هاي الدولة، شو هي طبيعة الصراعات الموجودة فيها، شو يعني لوبيات، شو يعني امبراطوريات إعلامية. كل مجموعة عندها امبراطورية إعلامية تدعمها وتروج أخبار حسب ما فيها. أي دولة بالعالم هلا بتروح
بتدفع مصاري لأي وكالة أخبار وكذا، وهي بتمرق أخبار مثل ما بدها وكذا، وهي ينخدع فيها الشعب الأمريكي نفسه كمان، والشعب العالمي والدول العالمية الثانية كلها تنقل منها، ويصير خبر. وممكن في أخبار ما بتكون حقيقية بتصير حقيقية من وراء هذا الخبر اللي طلع. هون هذا بيسموها لوبيات الإعلام. أتمنى تكون الفكرة هون وصلت. ووضحت أمور هامة للغاية الفترة اللي فاتت، وبدنا ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة ذهاب أحمد الشرع إلى باريس والإدارة الذاتية، وشوف بدنا شو بدنا يتفق، شو بده يصير بالاتفاق. أعتقد نوعا ما راح يكون شوي إيجابي. يعني أكيد الأتراك راح يحاولوا إنه يجروه لجانبهم، لكن أحمد الشرع يعلم بأنه لن يستطيع الحصول على شرعية إلا عن طريق الدول العالمية مو عن طريق تركيا. فهناك مطالب أكيد للدول الأوروبية، ومطالب قوية جدا خصوصا فرنسا، مقابل إنه راح يرفعوا عنه العقوبات، راح يعملوا كذا، راح يسهلوا له الأمور كتير، لكن لازم في خطوات يقوم فيها هامة للغاية. وفعلا أنا بنصحه إذا كان يريد فعلا أنه يصبح رئيس شرعي ويقود سوريا إلى بر الأمان، يخلص الشعب السوري من كل العقوبات الموجودة، ترى الحل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مو في تركيا. وإذا أراد الغرب فعلا راح يحميه حتى، وراح يتخلص بكل سهولة من كل التنظيمات الإرهابية اللي موجودة فيها. تحياتي ديفيد، والله زمان كمان ما شايفك، من زمان تفتح أخ ديفيد، نور. فأعتقد أنه الرسالة كانت واضحة، ووضحت لكم فيها بعض الأمور الهامة للغاية، ورح ننتقل ناخذ قسطات شوي. أنا ما راح أوقف لا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على الواتش، ببث على الكل. صح الإضاءة هونيك لأنه الكاميرا تبعيتها كاميرتين فيه، مو شي زيادة وكذا وهي، بس بوعدكم خلال الأيام القادمة إنه راح أحسن من جودتها بشكل كبير. شوي شوي عم نتعلم وعم نحسن كل يوم أفضل يعني. راح أخذ شوي قسطات ونشوف بعض الآراء تبعية الأخوة ولسه قد الوقت، لسه عندنا وقت. لا عربية حتى قسطاس جميع محارب كالرجاء عربية. بعدين نقلب على اللغة الكردية، بس نخلص باللغة العربية لأنه في عندنا ضيوف أنا عرب كمان. آزاد بس يا تبع شباب تابعوه، بس مشان يقدر يفتح لايفات. أتمنى من كل الأخوة الموجودين بيتابعوه، بعدين بس يصير باللغة العربية باللغة الكردية ناخذ مداخلة آزاد، بس بده متابعة. بافي جانكن تفضل. بلي
جالك سباس بافي جان قربان. مراسل جالك سباس سرجاريم سرجاري بافي جان. أخ بروسك تفضل. سرسريم سرجاريم جالك سباس. أخ بروسك تفضل. إيفار باش قربان. عفرين صبا شتدرت كفنجي وجماعتي هيئة كفنتي ده شرطة وانا أف حزار يك خرجين الشامي دورك سريع تشكر نونا صبيك استلامتك سعد هي صبي سرسريم سرجعوا قالك بخير. أخ عبود السادي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بعد هذاك اليوم طلعت عندي أنا ما كنت أعرفك. بعدين سمعت وكذا واي أتشرف بيك كلامكم كردي بيشتغل. إيه وأنا راح أسوي لك فولو وأتمنى من كل الأخوة 2000 وشوي موجودين الكل يتابع أخونا عبود السادي. سرسري بس احكي لنا شوي بالكردي خلينا نضحك وبعدين مشان يضيفوك الأخوة. مالي شفت لك مقاطع والله عجبتني بشكل باللغة الكردية. بالي تلكوين هات الدربيسية حرو ورجم حرو. يعني كل يوم افتح تعال لعندي واخلي الاخوة يضيفوك وانا لما تفتح اجي لعندك. من عيوني هاي اضفتك انا اذا شفتك فاتح بجي لعندك. ايه سكر صوتك وانا خليهم يضيفوك كل شوي. خليك انت على القصر. انا والله خال عبود. مساء الخيرات اهلا اخت رشدة. رغدة يا اهلا وسهلا. لا لا بالعربي تفضلي اختي العزيزة. بتشرف فيك يا اختي العزيزة يا اهلا وسهلا. منبرك. وانا بعتقد نفس الشيء. ما بيسووا قواعد عسكرية هاي بس اسمها حرب خاصة. انتو اخوانا اللي كتير يعني ما بيعرفوا تركيا هاي فقط اسمها حرب خاصة عم تعمل على الدول انه انا راح اعمل قواعد عسكرية انا راح اعمل ما راح تعمل ولا قاعدة ولا اي شيء. ما بتقدر تعمل كذابين. بس هي عبارة عن حرب خاصة لتشغل الدول لتشغل الشعب الكردي لتشغل كل الناس. يعني مثل البروباغندا اللي بتعملها حاليا على الشعب الكردي انه بده يطلع عبد الله وجلال وبده يلقي خطاب وكذا. هذا بتلهيهم عم بتلهي الناس تلهايه والسوريين بتلهيهم.
عن امور تانية عم تحصل. نحن ما بنحب حدا، بنحب بلدنا بس، احنا بيهمنا بلدنا وهي، ما بدنا نكون تبعية لحدا، نحن بدنا علاقات مع كل دول العالم مثل بعضها وكذا وحسب مصالحنا، نحن نفكر مصالحنا ما بنفكر مصالح غيرنا، شو بدنا بالمصالح التركية والأمن القومي التركي؟ تفضل يا أختي. لأنه شعب ولائنا مو لوطننا، ما بنحب بلدنا، نحن بنحب أوطان الآخرين، بنحب إيران أكثر لما كانت إيران موجودة، وبنحب تركيا أكثر من بلدنا، وبنحب إسرائيل أكثر إذا دخلت لعندنا، مين بيحتلنا بنحبه نحن، هيك طبيعة الشعب هذا، ولا مو لبلده، ما بيحب بلده. هاي مصيبة كبيرة طبعا، طبعا، حتى خلونا نحن ككرد نبعد عن هذا الوطن، حسسوك انه هذا الوطن مالك شريك فيه، مالك شغل فيه انت، فكرهوك حتى بوطنك. هلا نحن بنقول هيك، بنقول هذا الكلام وهي، بس ما بدنا نرجع بالتاريخ. الارض هاي لمين؟ الارض هلا مين عايش عليها؟ لمين؟ له لكل الشعب هذا، ايه بالضبط، هذا شعب كله لكله، ما في مشكله، بس لما تقبلني انا واقبلك انت كمان، بس اذا ما بتحس بانتمائك لهذا الوطن ما بقي بيعني لك شيء، لانه الاكثريه خلتك تكره، يعني اللي بيسموا حالهم اكثريه خلوك تكره هذا الوطن، وهذا للاسف الشديد المصيبه اللي حصلت. المفروض نحن كلياتنا بنفضل وطننا على كل اوطان الناس الثانيه. انا شو بدي بالاتراك والامن القومي التركي؟ انا شو بدي بايران؟ انا شو بدي باي دوله واحده ثانيه بالعالم؟ المفروض انا بكون مع الدوله اللي بتحقق مصالح بلدي ومصالح شعبي بس، وهذا الشيء ما بيفهموا السوريين، متعودين لازم يكون في دائما اله فوقهم، متعودين على العبوديه. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ صلاح بيقولوا على منصات ثانية ما في صوت. على منصات هلا في صوت هلا باليوتيوب؟ شباب من بعض كردو كامر دنكايانا. لا المفروض يكون فيه. طبعا في كتبوا لي إنه ما في صوت. دنجي جستاتنا هلا دنجي كا. دنجي جستاتنا؟ نظام والله. كأنا مجربين. أنا دنجي كردو هبول سر اليوتيوب يا شباب. كردو دبي فيه صوت بلي. دنجي. تمام. مارتين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا أستاذ؟ تحياتي لك، هلا وسهلا. والله يا أستاذ كان في عندي سؤال. اليوم طلع الأخبار، ما صدقت هالحكي اللي انقال إنه في قاعدة بدير الزور عم يصير مشان يهاجموا على القصص، هالشيء هذا صح ولا مو صح؟ لا مو صحيح، ما في، الهيئة ما بتهجم. الدير الزور بإيد الهيئة، وهدول جماعة العشائر اللي كانوا تدعموها تركيا وكذا، وهاي تقريبا يعني ما ضل لهم دور نهائيا، وحتى الهيئة ما بقى تقبل نهائيا. فهل راح ينسحب أمريكان وبعدين هدول عم يسووا قاعدة مشان يهجموا على الغرب؟ دعاية تركية هذول بيكذبوا عليهم. لا الأمريكان بينسحبوا ولا البريطانيين بينسحبوا، وفرنسا وألمانيا عم تعمل قاعدة جديدة، ودخلوا قوات بقد اللي كان موجودة ب10 مرات خلال الأسبوع اللي فات. بس هذا كلام، هم جايين مشان مصالحهم عزيزي، أنا ما بقول لك لا جايين مشان شرق الفرات ولا مشان سواد عيون السوريين بكل أشكالهم، لا أكراد ولا عرب ولا حدا نهائيا، هم جايين مشان مصالحهم، وعندهم مصالح عميقة جدا في سوريا،
ولن يتخلوا عنها بأي شكل من الأشكال. انسى مسألة أمن استراتيجي لهم. وفي حاجة كمان تسرب اليوم، قال إنه عفرين بكرة حيطلعوا. صحيح، بكرة الساعة 10 كل الكتائب الموجودة فيها لازم تطلع وتستلمها الهيئة. نعم حقيقي هذا الكلام. والله الله يعطيك العافية إن شاء الله الله. يعافيك، تحياتي. أستاذ، نعم. بس بعد إذنك خلي العالم كمان يعني يساعدونا شوي مشان نحن كمان نطلع مرات ونقول للعالم هيك وهيك وهيك ونساعد يعني. يا أهلا وسهلا. تابعوا الأخ كمان، بس المشكلة هيك بده يصير كتير على الجيست. 5 دقائق ونزلوهم يا أخوان. تسلم. تحياتي. جانو كرمك. كيف جانو كرمك؟ Evar baš, čau na bašen. إيفار باش ترجعوا. ما مستصلح تشاوي. باش مسباس. والله ما مستصلح سيبر اسمها بين دبر سجوانها. زانا عربي. زانا عربي يعني. عربيات. إيه بعربي بيش بركو بسامة بعربية. حقر زحمتنا طبعا. بسمع بعربي بس من أول، بس أنا ما كنت موجود. أنا أجيت هلا ما بعرف حضرتك اليوم شو حكيت وشو قلت. أنا أبدا اليوم ما تابعتك. طيب إذا بدك تسألني من الأسئلة اللي جاوبت عليها أنا بأثناء الحلقة راح أقول لك راجع الفيديو، لأنه حكيت كتير. إذا بدك تتحدث عن الانسحاب الأمريكي أسئلة. تفضل. سألوا مارتين ضل سؤال واحد. اليوم الأخبار عم تتداول إنه روسيا رح تسلم بشار الأسد، هذا الشيء مزبوط أو لا؟ ما في شيء حقيقي بهذا الكلام، أخبار يعني مثل أخبار عادية يعني، ما في شيء مؤكد يعني. الأخبار هي موجودة من زمان. بس إنه احتمال تصير هيك شيء. لا ما في احتمال، لأنه الشرع بده يروح على فرنسا، وإذا جنح باتجاه أمريكا وأوروبا وهاي فصارت مسألة روسيا صعبة، لأنه لازم يطلعوا الروس من سوريا وقتها. ايه صعب. اوكي تحياتي. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا. خالو اني بستأذن بلكي يطلع ضيف غيري زاد. وانا كمان بستأذن. شكرا جزيلا. غيري. تحياتي. خالو بيجي سرتك كرمان جيز بخوازي خاطري خسر سر هردو جعفر. سبا زور قمت خالو. اهلا وسهلا عبود، انت ما تجيني منصتك هاي. يا اهلا وسهلا. سام اجري. استاذ صلاح تحياتي لك. تحياتي اهلا وسهلا. بيقول المثل، بيقول صلاح الدين الكردستاني صار مثل البروسك بالعلالي، يضرب ويقصف لا يبالي، ايش ليه بديش بالالماني. انا عندي بس مداخلتين بس. تفضل. قناه NBC انه بالفعل كلامك مزبوط، انه في 1/2 يعني قبل كم 5 ايام انه دونالد ترامب وقع على قرار انه بساحه مكاتبه بالبنتاغون. هي قناه NBC وقناه نيويورك وكمان في جريدتين اخباريات معهم لحد اخر 14 2 هو اخر حد. وبالنسبه لموضوع ثاني ما بعرف اذا حكيت على جو كينت رئيس مكتب مكافحه الارهاب بالولايات المتحده اللي كان زوجته مقاتله في قوات سوريا الديمقراطيه في قوات يبجي. نعم، واستشهدت بمنبش. ما بعرف اذا حكيت عنهم صح. بس كان لا نشرناه بالتليجرام. مو كل المواضيع نقدر نحكي عنها، يعني بهتم بالمواضيع الدوليه اكثر. رح يكون تاثيره على الموضوع، وشكرا لك. تحياتي لك. طبعا تاثير اكيد يعني موضوع مكافحه الارهاب، وخصوصا انه زوجته يعني عندها اطفال وكذا منه، واستشهدت يعني مع قوات يابجي وقتها بحربها ضد داعش. اكيد رح يكون له تاثير، بس هذا ما موضوع سياسي يعني حتى انا اتداوله بشكل يعني كبير جدا. انا بتحدث هنا عن السياسات الدوليه اكثر، السياسات الاقليميه اللي بتحصل وكذا. لكن هذا من الناحيه العاطفيه، واكيد رح يكون احد الناس اللي رح تكون يعني شديده بمساله الارهاب وضد الارهاب، وخصوصا انه زوجته انقتلت على يد الارهابي، فهذا امر طبيعي يعني. على كل، شكرا لك اخي. احمد كرت. ايوار باش ما مستاهل. ايوار باش ترجعوا. مساء الخير لك ولمتابعينك كلياتهم. مساء الخير. بالبدايه انا بتشكرك على برنامجك الحلو وعم تابعه كثير ان شاء الله. بس في نقطه انا كنت حابب اقولها، انه مشان اهلنا يلي بالبلد، انا برا البلد، بس الموضوع انه الهجمه اللي صايره علينا هجمه كثير كبيره.
طبيعي. إذا أخواننا مفكرين السوريين كلهم بهالهجمة الكبيرة فاكرين إنه نحن الكرد كرد روجافا لحالهم، لا معنا لحالنا. نحن معنا 40-50 مليون كردي، يعني مثل ما بيحق للجولاني إنه يجيب مرتزقة من كل أنحاء العالم ويساعدوه ويجنسهم ويعطيهم رتب عسكرية، وظائف ووزارات، كمان نحن بيحق لنا اخواننا الكرد من كل انحاء العالم يجوا يساعدونا. فمشان يديروا بالهم وينتبهوا لهي النقطة، لانه هاي النقطة اساسية، انه ما لنا لحالنا، ما لنا ايتام. بتشكر كثير. وهاي شكرا اخي. كنت حاب بعد اذنك بس مشان ما عندي متابعين كتار، مشان يتابعوني شوي الشباب، بس بعد اذنك. ماشي اخي العزيز، وقلنا يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا. اخ روجافا. مساء الخير أستاذ مساء الخير. الجميع. أنا لدي سؤال يعني. تفضل اخي أول العزيز. شيء بدي أطرح الفكرة أستاذ السؤال يعني. تفضل هي اخي. مقارنة يعني فيك تقول. هلا بعد هذا المؤتمر يتم ب 13 هذا الشهر شباط، بعد ما يحضر جولاني وإدارة ذاتية في هذا المؤتمر في باريس قصدك؟ تماما، في حال انه جنح للاتحاد الاوروبي وشال العقوبات عن الجولاني بالمستقبل، هل لتركيا نية في اعمار سوريا عن طريق شركاتها؟ لا، ما راح يكون. راح يكون يعني مثل مناقصات، يعني لانه هاي تكون عادة مناقصات يتقدم فيها عروض شركات وكذا وهاي، ويصير اتفاق مع الشركات. هنا مو مع الدول، يعني حتى هاي المسألة تبعت تركيا أمر غريب جدا يعني مسألة الشركات اللي بتيجي بتعمر وكذا وهاي بتكون شركات خاصة كلها مو ملك للدولة، فالاتفاقيات مو بين الدول هاي الأمور. بعتقد انه الاتراك راح يطلعوا خائبين من سوريا مثل ما طلعوا من ليبيا ومثل ما طلعوا من تونس ومثل ما طلعوا من مصر ايضا، وما راح يكون لهم اي دور. أوافقك الرأي، لأنه المصالح الدولية المهمة هنيك يعني لهم مصالح استراتيجية وعميقة ومهمة مثل ما أنت ذكرت اليوم. أنا أقدر جهودك أستاذ وبثك مميز عن باقي البثات، وأحييك. شكرا لك اخي العزيز. وقبل ما تبلش البث أستاذ، قبل ما تبدأ في البث، فيك تشرح إنه مشان الناس الثانيين ما يسرقوا أفكارك وتعبك الشخصي. هيك مثلا كل ما دقيقتين مثلا تذكر شو حكيت وشو ما حكيت. موجود كله تسجيلات، والشباب عم يرجعوا ينشروها لمرة تانية، كله عم يرجع ينشر مرة تانية مشان الناس تعرف الأفكار هاي أساسا من وين طلعت وكل الدراسات من وين اجت أساسا. أستاذ الإعادة إفادة، وكل الناس متعلقة فيك وبتعرف إنه الناس تنسى يعني، فإذا بتذكرها دقيقة دقيقتين ثلاثة فالناس ياخذوا منك خبر موثوق يعني. ما في مشكلة إن شاء الله. بتشكرك. شكرا جزيلا أخي العزيز، شكرا. ابراهيم حمد كرم. الله يسعد لي صباحك وصباح المتابعين، استاذنا وحبيبنا صلاح الدين الكردي. صباح الورد يا أهلا وسهلا. اخبارك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله، شكرا. بس في عندي مداخله قصيره طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. هلا سؤال، لما بده يجيك ضيف شوي يعني عليه القيمه، شو بدك تذبح له؟ خروف صح ولا لا؟ والله حسب الضيف طبعا اكيد. الخروف هالايام قديش حقه تقريبا؟ $200. وين هون بألمانيا؟ لا بسوريا. والله ما عندي علم، ما بعرف بسوريا. $200 نقول. ماشي. طيب الحصان اغلى ولا الخروف؟ لا اكيد الحصان. ايوه، انت بدك تذبح الخروف طبعا للضيف وحقه $200. نعم. وبتضحي فيه كرمال الضيف. وجماعة أبو عمشة كذلك، $200 نفس الخواريف عم ينباعوا على جبهات 6 تشرين صحيح. وبير حافر، وعلى جبهة سريكانية
وتل ابيض. اما الحصان اللي حقه بلاوي هو الجندي التركي، حقه 2700 يورو، 2700 دولار، اللي ما فيه يضحي، بس بيضحي جماعه ابو عمشه اللي بدهم ينزلوا بيضحوا بالسوريين. صحيح خلاص 200 دولار خروف وجه الله تعالى. صحيح، البغال والجحاش والقراره ايمن بده يفهموا هالشيء. ولا راح يفهموا. بس مداخله قصيره لا تؤاخذني في الكلام. يعني اللهم صل على محمد، هذول ايمت بدهم يفهموا انه سوريين بين بعضهم ب 200 دولار باعوا حالهم نفس الخواريف. طيب ليش يا استاذ صلاح الدين كردي، وانت قبل هالمره حكيت هالشيء، فاتوا على العراق اول يوم راح 40 جندي، راح 30 جندي، شو هاد؟ فورا بعد فتره نفس انت ما قلت، وبشهد على كلامك من زمان قلت راح ينسحبوا بعد فتره ومو بكيفهم غصب عنهم، وانسحبوا بعد فتره ما بقى يتحملوا، بدهم يروح 20 30 جندي. اما جماعه ابو عمشي يروح على بوركينا فاسو، على اذربيجان، على منغوليا، على افغانستان عادي، حقه 200 دولار 300 دولار ما بيهمه. اما التركي ما كم شخص يبي يخرب الدنيا بنظام القيامي بتركيا، يعني ما بيضلوا ثاني بخلال يومين ثلاثه اقسم بالله بيتغير كل شيء. الدولي والحزب كله من الاساس بده يقوم. الشعب هيك ما بيرضى، بيقول لا تبعثوا اولادنا على الحرب. مين بده يبعث؟ بده يبعث جماعه سيف ابو بكر، ولا الثاني ابو شقره، ولا ابو عمشي اللي ما معه صف خامس، عم يقتلوا بهالاولاد بهالشباب. والشباب اكثريتهم كمان ليكون عندك خبر اكثريتهم من الجزيره، ومن الجزيره عندنا بسوريا انت ما معروفين كلهم من جماعه ابو عمشي. صحيح صحيح، كلهم من الدير للاسف الشديد، جماعه الشرقيه وجماعه الرقة. طبعا تحياتي للشرفاء العرب اللي موجودين عندنا بشرق الفرات، واللي دمهم من دمنا طبعا، اولاد المنطقه، واللي بيحافظوا على كرامه المنطقه وحرروا مناطقهم بايدهم. شغله كثير يعني كويسه. بس هدول الثانيين حيشاك هدول ما بعرف، يعني لسه الحرب انتهت وخلصت، بس للاسف الشديد استاذي عم يضحوا بحالهم، وعندهم نسوان واولاد، وعم يتهموا الاولاد كرمال 200 دولار. يا خايف عليهم. بس شو بدك تسوي؟ هالمارع نص شباب مارع راحت، وحرام هذا مشان 200 دولار و150 دولار. اي والله يا استاذ، روح اهتم مدينتك مارع وكذا، وهي اترك المسائل هاي دوليه كبيره جدا. ليش انت تكون حطب لهاي الحرب اللي ما لك فيها لا ناقه ولا جمل؟ نفس ما قلت لك هو خواريف فقط لا غير، اقسم بالله العظيم. هم ما بيضحوا بفرسانهم وبخيولهم، بس بيضحوا شو؟ بالبغل وبالنعجه وبالحمار. وبكره كلياتهم يقعدوا على طاوله مفاوضات وحده ويحلوا هذا الموضوع بكلمتين وكذا، واللي راح من كيسه. بحلوها بكلمتين، وجماعه اللي مات واللي راح. روحوا عمروا بيوتكم، لك روحوا ارجعوا، لك الحرب خلصت، لك اشو بدكم بالامن القومي التركي، لك امن القومي التركي صار له 40 45 سنه عم يتقاتل بالجبال وما قدر له، انت بدك تقدر له. لك روح يا بابا، لك روح العب لك غير شغلي، لك روح العب لك شيء طابي، روح العب لك شيء شغلي، روح ابني بيتك بالشام ولا بحمص ولا بطرطوس ولا بلاطقيه ولا بالجبلي ولا بدرعا وين ما كان، ولا بسويدة. لك اشو بدك بهالجبهه؟ لك خلصت الحرب، لك النظام قام، بس الشعب ما بيفهموا. الشعب للاسف جماعه هدول اللهم صل على محمد، جماعه ابو عمشي ولا من مشكلاتهم العمشات ما بحبوا الاكراد طاول يا استاذي. انا عم شوف هون اقسم بالله العظيم يعني غيره وحقد مو طبيعي. مشكلتهم اللي يحب اللي زلمه فيهم يروح يشيل سلاح ويروح مع ابو عمشي يقاتل ب6 شهرين. ما في غير هيك. اللي زلمه هي مو بالمسبات بطلع بسب وكذا وكذا، وهي مو رجوله. بس القوي يتفضل يروح يحارب، وبلا كل هالزعبرات، هاي الكلام اللي اللايفات والكذا والحكي هذا كلياته وانا ما بشيله بفرنك واحد، هذا حكي فاضي. استاذ الكريم ما بدي يعني اطول عليك لانه في عالم ثاني بدها تحكي، بس في مداخله ثانيه قصيره طبعا بعد اذن الشباب واذن المشاهدين المحترمين. طيب سؤال ثاني، انتم اللهم صل على محمد، انتم كجماعه ابو عمشي ولا جماعه الثانيين ولا كل الاحزاب؟ طيب انتم ليش ايام رقم 11 ليش لما راحت موصل 1، 2 لما راحت الرقة، 3 لما راحت دير الزور، 4 لما وصلوا عنا على الحسكي، وصلوا على اللهم صل على محمد اخذوا غويران والنشوه الغربيه،
هذا اللي من حسكي بده يعرف هالشغله. اخذوها بخلال كم ساعه. ليش ما دخلت تركيا طالعه طياره مسيره ولا طياره حربيه ولا قصف واحد؟ ولما ايام كانوا بتل ابيض ولا كانوا بمنبج، ليش ما قصفتهم طياره واحده؟ حدا سمع هالشيء؟ لا. طيب ليش هن ما كانوا مخاطرين ولا رهاب على حدود تركيا ولا ضد امنهم القومي؟ طيب ليش اليوم شفتوا شيء واحد كردي، احزاب كرديه اللي هلا مسلمين شرق الفرات، ضرب طلقه واحده على حدود تركيا؟ بالله عليك يا استاذ صلاح الدين، بالله. لا ابدا ابدا ابدا. المشكله وين بدهم يفهموا؟ هدول شعب حوشات والله ما بتجلسوا، هدول لساتهم التفكير بس تفكير البعث فقط لا غير. لا لازم يحمدوا ربهم ليل ونهار انه راح، وانه شال راح بشار الاسد وامثاله، ولا ما كانوا يحلموا بسوريا وبعد 50 سنه، لك هلا بده يعيش جيل صغير اللي بده هلا بده يخلق بسوريا ما بشوف حرب، ولا نيال الشباب اللي طلعوا وما شافوا حرب وطلعوا برا، والله العلي العظيم. بده دم كثير لحتى يفهموا، بدهم يحطوا دم كثير 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 لحتى يفهموا. شكرا لك اخي العزيز. الله يهديهم، واللي امين يا رب. علي الحلال ما عملوا غير من كيس وكيس اهله. صحيح، ما عملوا غير من كيس وكيس اولاده وكيس عيلته بس. روحوا ارجعوا على مناطقكم وعيشوا بخير وسلامه، الحرب انتهت فقط لا غير. وريد سلاف اشترى استاذ سلام سرجع باقي لك بخير. سباس. طبعا بالنسبه للخبر تبع عفرين بكره الساعه 10 كل الكتائب الموجوده فيها لازم تسلم للامن العام التابع للهيئه. في 1000 واحد تقريبا اللي خرجون امبارح كشرطه مدنيه اللي راح تستلم عفرين حسب الاخبار الوارده من الارض من هناك. هلا في ناس بتقول لي هذا يستلم احسن ولا هذاك يستلم احسن. لا، الهيئه افضل. انا بحكي الصراحه، الهيئه افضل بكثير واشرف من هؤلاء الحراميه والقطاعين الطرق واللصوص اللي موجودين في كتائب الجيش الوطني. هي حقيقه، لانه من حكم التجربه اللي شفناها خلال السنوات اللي فاتت. اخ فرحان تفضل. ايوه باش. ايوه باش ترجع. قربان ما مستاذ عول خلاص دقتنا اكثر بيجي مو اكيد التماشى انا دقتنا بيجي بجوان. ايوه عربي بيجي انت بكردي. لا أدري كردي ترجي بكردي وعربي حق هذا. كرمك. جودة ما مستر جودة مستر فيسبوك تيكي كيمة ولسر يوتيوب يجي تيكي كيمة ولسر تيك توك ممتازة. وكيدا دو لايفات تشيكر من لسر 25 مشاركة متشيكرن. أزهيفين حتى لسر تيك توك لسر فيسبوك لسر يوتيوب بس فيسبوك لسر ملته ميل باكوري كل سنة بهدار. أزهيفين نهامل لسر شغلة 12 سنة مجموعة مبلغ كبير هر يوم جاري متجاري بسر نفسها مجموعين مباركة وسر فلافش متجاري إيرو مباركة مدوز مباركة أزهيفي ورجم مدوز وهوالا وكسر جماعة مستحز لكن هر كل مشاركات الثانية لكن أنا كأن بدي 1500 صحابين 1500 صحابين هر مشاركات الثانية لكن 1500 باربكرين شيء قربانا شعبي مرنا تيجو هداد كجبو ختاني برا فيدا مرا المرج ببو الغيري مرج ببو أب باربكرنا قلت باربك إنسانك خلاص كي مرني المالباتك شعبي بدك توي برونيك تدهيلك ونكرن شر تايبة دولة ترك آدش من جسر ما بدنا شاندن قربانا شعبي وما معمولتا ذيك ذيك تعبيرك نجبوخها بكار درنا كذا كاردن كي بس من داخل والسلام عليكم قربانا شعبي وما الدرجاج وطن حمو فيسبوك وانا حمو باردكن دين صلاح الدين الكردي ونابي جوار ذلك ولايف موجوده وبشتك باردكن ابيض ادواب عربيه زبرين يا شباب ارجوكم رجاء اخوي ارجوكم يلي بيعرف اللغه العربيه البرنامج بيجي باللغه العربيه وبينزل باللغه الكرديه باللغتين حاولوا تشاركوا قدر الامكان بالمجموعات على صفحاتكم الشخصيه ما راح ينقص منكم شيء ولا راح يجي على جيب الاستاذ صلاح الدين فرنك ولكن عم تنور غيرك لانه هو راح يستفيد تخلص حياه بني ادمين من كذب ونفاق النيت التركي. ارجوكم رجاء اخوي الاستاذ صلاح عم يقضي كل وقته على المسويات على وسائل التواصل الاجتماعي مو مشان شخصه مشاننا كلياتنا مشان ما نقع بالحرب الخاصة اللي عم تمارسها الدولة التركية
أرجوكم ما بدي أطول. أرجوكم يا شباب أجواب هذي ورجعنا كمان فيسبوك هر یک جار بدوس جروبات هنا إيه استران هنا إيه عقارات هنا إيه سياسة هنا إيه حمشتي هنا كمان ما جروبا وبتيت بلابكن وبتيت بلابكن حتى هم تعرف بلابكن أم في دل قال ياخدكن ملاتي خواه الشيار ذكن ربنا استمتع له قشتكا رئيس سلام وحرمت وشباش. بس يا فرحان خالص صلاح بدون دقيقة جستات قلت كم تقرب أنا بنر بجم بلند كرا أنا ما مستا قربان الجمتة أنا في سر تيك توك دنجي أنا قابت بلندبكي ودنج هر مثلا فيسبوك يجوا الجم خل غرفة دنجي أنا بلندبك دنجي جستاتا. أنا مبلند كرا أنا مبلند كر أنا مبجهاز بلند كر. أنا واقف في المطبخ هنا دنجي التلفزيون المدني بس يوتيوب بنا دنجي أنا هبات جاتيم أنا كان باش بقول تقول. أنا مبلند كر بسرعة عفوا كان والله بشكل كين كربو. يلا أعطيش جميل ما مشكلة. روج بختار أمثير ده. شير. قربان سباسياتك. حبيب القلب. سباسكم يا فرحان. خال صلاح بإذن الله تزاغروس تركتني بلا بشكي جوج بغير اشتراك بربيش. باش. سرجعني. بقولتايا. أري والله. زغرس باش تنبيري. إيغار باش. إيغار باش سرجعني. شباب خير بكم باشن. سرهلو تشاوا قالك بخير سرسلين. وين تساوي شباب بيني واختي وخورتاج مرشيا ما قومين عمين وانا خارج ما مشكلة سرجعوا شكلي جواز جيز شكلي جارك ما خمسة خدوا لي كاميرا اشتينا اليوم كردينا بلقاها قارينا بشر خوفنا خاينا سايكس كنتنا ساغر نسينا بزنداننا كردستان جو شامنا امدي دولة معينا كينا امكينا باشتينا اليوم كردينا بلقاها قارينا بشر خوفنا خاينا عمشلو أفرينينا بمهابات كوبانينا عمشلو أفرينينا بمهابات كوبانينا عمدو غامدينا بهبديرو كركوكينا كينا ما أمكينا بهشتينا اليوم كردينا بلغها آرينا بشرقو فينا خاينا لاوي أبو قابينا لشيخ سعيد برزانينا لاوي قابينا لشيخ سعيد برزانينا جاي زغرس متينا بهبر المال وهمرينا جاي زغرس هندينا بهبر المال وهمرينا كينا ما كينا بهشتينا اليوم كردينا شبلغها آرينا بشرقو فينا خاينا عزابي هيبونا ببشكتي أمنينا عزابي هيبونا ببشكتي أمنينا صعب ياسكي أغلو على كربي هندينا كينا ما أكينا بهشتنا اليوم كربينا شبلها آرينا بشرقو فينا خاينا. اي والله براس سباس براي زاغروس دنجل سلام من إبراهيم كردي دلال دنجل بنيبة تمرو بشكي جوج من غيره جابي مني سرسرين والله أمس صلاح سباسياتكم عسكريتنا سباسياتكم راي زاغروس قالك سباس صرانك خوش والله قالك شباب تبع مني خوش از دركات من خوش تابقي جيو وبكن ومسان كوجي بيجر وسرسرين سرجعوا قالك بخير قربان سباسياتكم شباب وزحمة نبي آزاد بشوبين بس آزاد جبوي بقي هزار جبا جارنا جي أو جي لايف نادفكي فاز بهيفيما وهون حموه آزاد نشوبان دبي بس دستي خسر زاد بكبسين وبشوبين دكتورة ألما كرم بك. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير يا أهلا وسهلا. لك للمشاهدين. في عندي سؤالين لحضرتك. تفضلي. لا بخصوص اللي حضرتك قلت بخصوص زيارة أحمد شرع إلى فرنسا.
توقعاتك هي أنه احتمال يكون أنه شيء إيجابي، يعني الشرع يقبل بشروط الأوروبيين؟ اعتقد انه راح يقبل، لانه شخصيته براغماتيه حسب اللي شفته خلال التاريخ اللي كان في خلال السنوات اللي فاتت وكذا. هو قادر انه يقلب نفسه كتير. نعم. فما بدنا نحكي كتير مشان ما نخلي الناس ضده هلا كمان. بعتقد في ايجابيه بالموضوع. بس انه هو السؤال مثلا انه في حال قبلوه وهو تغير، يعني هل يا ترى الأمم المتحدة والدول الأوروبية شو بخصوص إذا كانت إيده ملطخة بالدماء وهي كانت على قائمة ما في قيم. شوفي يا أختي العزيزة مشان نكون واضحين، بالنسبة للقيم اللي بيتحدثوا فيها دائما إنه في قيم وأمور وهاي، هذا كلام كله هراء بصراحة أنا بقول لك إياه. فقادرين إنه ينسوا كل شيء في حال انه قبل الشروط الاوروبيه ونفذها، يعني هذا امر اكيد يعني. السؤال الثاني، شكرا على الجواب. السؤال الثاني هو حضرتك امبارح كمان قلت استاذ انه رح يصير انه يعني انه احتمال انه رح يصير انه حرب عنا بسوريا مره ثانيه. هو لابد منها سواء بوجود احمد الشرف او من دون وجوده ابدا. نعم. بس السؤال انت حضرتك قلت انه رح يكون بغرب فرات، ما رح يكون بشرق فرات. نعم. شو هي الاسباب اللي رح تكون بغرب فرات مو بشرق الفرات؟ اذا كانت هي مثلا القضيه انه هن المكون الكردي، مثلا انه اكراد اغلبيتهم موجودين بشرق فرات مثلا، فليش الاحداث رح تصير بغرب فرات؟ هذا السؤال. بغرب الفرات لأنه الكتائب اللي محسوبة على التنظيمات الراديكالية موجودة هونيك، والكتائب اللي موجودة الغير منضبطة اللي هي أساسا أيضا تابعة لحركة إخوان المسلمين أيضا كمان موجودة في غرب الفرات كلياتها. فالصراع هو صراع دولي ما بين القوى اللي ضد الإرهاب إذا ما بدلت نفسها طبعا وبدلتها، فكله راح يكون في غرب الفرات، ما راح يكون في شرق الفرات. راح يكون في هجوم على شرق الفرات هذا أكيد، وحكيت عن هذا الموضوع، لكن الحرب الكبرى هي في غرب الفرات. أنا هذا كان سؤالي إنه ليش بغرب الفرات بالذات يعني؟ لأنه طبيعة الموجودة في غرب الفرات، الكتائب اللي موجودة والقوة اللي مسيطرة حاليا هي كلها طبيعة محسوبة على الإرهاب، محسوبة على الكتائب الراديكالية، سواء كانت تنظيم قاعدة أو حركة إخوان المسلمين أو التنظيمات المحسوبة على المرتزقة الأتراك. فهذول كلهم مرفوضون دوليا. لأنه كتير في عندنا نحن طوائف أيضا، لأنه عندنا العلويين، عندنا المسيحيين، عندنا الدروز، عندنا كل هؤلاء. والشيء اللي عم بيصير على الأرض السورية الآن يعني شيء فظيع جدا. فالكل بده يصير يدافع عن نفسه بالمرحلة القادمة، وفي تحالفات كتير ودول كتير. هي حرب الوكالة راح تكون ما بين التنظيمات الراديكالية اللي بتدعمها القوى الراديكالية الموجودة في العالم، وأيضا الدول العالمية اللي موجودة اللي عندها مصالح. نعم. آخر سؤال، تتوقع أنه هاليومين رح يدج سوشيال ميديا بخبر أنه يروحوا على عفرين ويصوروا من العرب، يعني أنه حررت عفرين ورجعت لبلدها والناس رجعت ويعملوا هالبطولات